معلش يا جماعه، الهارد لك لمنتخب مصر في الماتش الاخراني. طبيعي انك انت ممكن تتغلب، وانك انت بتجرب وبتعرف الاخطاء عشان خاطر تصلحها وتعدلها وتتجنبها في البطولات. وان كنت انا شايف انك انت لاعب فريق افريقي، يعني نفس الليفل او ليفل اعلى، ما تنزلش ليفل اقل. منتخب اوروبي، منتخب من جنوب امريكا، من امريكا الجنوبيه، حاجه زي كده يعني. لكن انك انت تنزل ماشي، يعني ماشي. ممكن يكون في مدرسه او فكر معين، كل مدرب وكل ايه، يعني في مرحله وليها ايه، ليها طريقتها يعني. انا معاكم في دي. لكن بقالنا فترة على هذا المستوى الذي لا يليق بمنتخب مصر ولا بتاريخه بصراحة. تمام. ولو احنا قسمناها هنلاقي ان في ثلاث عوامل مؤثرة رئيسية: اتحاد الكورة، اللعيبة، والمدرب او الجهاز الفني. المدرب والجهاز الفني هو نفس المستوى، جبنا محلي جبنا اجنبي. واضح كده ان في مشكلة خارج قدرات الاجهزة الفنية، او بتأثر على اداء الاجهزة الفنية. تمام، احنا لا نعفيهم، لكن المشكله واضح ان هم جزء منها، مش هم المشكله. اللعيبه، عندك لعيبه دوليه زي صلاح بمستواه وبادائه وبتاريخه، عندك مرموش، عندك مصطفى محمد، عندك لعيبه محترفه كتير جدا بره. تمام، تسعين بعضها وبعضها لا، زي النني مثلا. طيب، نيجي بقى للعيبه المحليه. المشكله في اللعيبه المحليه، اللعيبه المحليه عندك الاهلي لما كولر كان عمال يفتي ويتفلسف وصل المربع الذهبي، تمام، وكان ممكن ياخد البطوله. ولما الاهلي طلع عشان خاطر سوء اداره من الجهاز الفني، بيراميدز خد البطوله. يبقى اذا عندك لعيبه في اكتر من فريق كويسه. تبقى المشكله فين بقى، او الكبرى فين؟ احنا